والمخيمات الصيفية تقدم بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد برنامجا حافلا بالأنشطة الهادفة إلى تنمية روح المواطنة لدى الناشئة، والنموذج من المخيم الصيفي راس الماء بإفران. احتفالا بالذكرى 25 لعيد العرش المجيد، تقدم المخيمات الصيفية للأطفال المستفيدين منها برنامجا حافلا بالأنشطة الهادفة إلى تنمية روح المواطنة. فقرة متنوعات تتخللها عروض موسيقية وأناشيد وطنية، والنموذج من المخيم الصيفي راس الماء بمدينة إفران مع مريم بن زكري وأحمد الفاضلي. على إيقاع النشيد الوطني استهل أطفال المخيمات والجمعيات الطفولية بإفران احتفالية الذكرى 25 لعيد العرش المجيد. رفع للأعلام وأناشيد وطنية وأغاني أطفال بأعمار مختلفة يخلدون ذكرى غالية على قلوب المغاربة. هذا الشباب اليوم في هذا الجو الفارح ينخرط في هذه الأنشطة بكل روح وطنية وبكل اعتزاز وبكل انتماء. هذه الأنشطة تحيي في الشباب وفي الأطفال روح الانتماء. لنا الشرف كفروع الأيادي المتضامنة ومجموعة من الجمعيات والتنظيمات الكشفية بتخليد هذا الحدث بفضاء الأطلس، جبال الأطلس بالضبط راس الماء، بحضور 13 جماعة مخيمة بتعداد ما يناهز 1200 مستفيد. أنشطة متعددة مبرمجة خلال هذا الموسم الصيفي تسعى إلى تنمية قدرات الأطفال وتنمية الحس الوطني لديهم. داروا فيه بزاف ديال الفقرات متنوعة، منها أناشيد ورقصات وأغاني زوينة تربوية. يحاولوا ينظموا هذا الحفل اللي نحاولوا نخلدوا فيه ونحتفلوا بعيد العرش. الأطفال كاملين فرحانين، ويا ربي تستمر هذه الحفلات إن شاء الله. لبسوا فيه أزياء تقليدية وتنغنيوا أغاني زوينة. فضاء جبلي ذو الطبيعة الخلابة، طبيعة تخول للأطفال فرصة الاستمتاع بهدوئها البعيد عن ضوضاء وصخب المدن.